انا هقولها لكم بصراحه، الكوره مش ضربه جزاء. انا عارف ان ممكن الناس تزعل يقول لك ما هو الكوره النهارده مش ضربه جزاء، في مجامله النهارده من التحكيم. اسمه ايه الحكم؟ كابتن محمد معروف جامل النادي الاهلي. انا بقول لكم، انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل فئه كبيره جدا، بس والله يا جماعه انا قعدت اتفرج على الكوره وتابعتها، وحتى من قبل ما يروح للفار انا ما فيهاش اي ضربه جزاء، لدرجه ان الكوره بتاعت عمر كمال عبد الواحد يعني هو شاطها متخبطه في الواد وطالعه، مش ضربه جزاء. انا بتكلم ليه على كده؟ لان مش النادي الاهلي اللي يستنى ضربه جزاء، لدرجه ان انا شفت عمر كمال عبد الواحد يس ايه يا عمر، في ايه يا عمر؟ ايه يا عمر، انت بتلعب نهائي كاس عالم، كاس عالم انديه، انت بتلعب دوري ابطال، نهائي دوري ابطال، الحاجات دي يا جماعه بنشوف الرياكشنات دي يس، لدرجه ان انا شفت عمر كمال عبد الواحد يس ايه يا عمر، في ايه يا عمر؟ يا عمر انت بتلعب نهائي كاس عالم، كاس عالم انديه، انت بتلعب دوري ابطال، نهائي دوري ابطال، الحاجات دي يا جماعه بنشوف الرياكشنات دي يس وكده وايه ايه ده؟ انت متعادل النهارده مع فاركو اللي انت فرق تاريخك وتاريخ النادي الاهلي كبير.